بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وسلام يا رب. النهارده بقى هنعمل لكم حلويات تشرفك قدام ضيوفك وهتعجب كل اولادك باذن الله. وهي مكوناتها في كل البيوت باذن الله. عندنا اول حاجه هنا رتل لبن، وعندنا 5 معالق نشا، وعندنا نص كوبايه سكر، وعندنا رشه فانيليا. كل ده هنقلبه على البارد يا جماعة زي ما اتفقنا، علشان طبعا النشا لازم تتدوب على البارد. وبعد كده بنرفعها على نار لحد طبعا ما اتفقنا برضو كذا مرة ان لازم نستنى لما تغلي وتتقل معانا، علشان نتأكد ان النشا كده استوى معانا، والطعم طبعا واحنا بناكله ما يبانش طعم النشا فيها. فكده انا رفعتها على النار وبقلب، نفضل نقلب كده باستمرار يا جماعة، ما نسيبهاش لحد ما تتقل كده معانا، وبعد كده تبقبق كده علشان نتأكد ان النشا استوى. وبعد كده هننزلها من على النار. هيكون معانا كاسات، كوبايات، اي حاجة ان انت هتقدمي فيها. وده يا جماعة الطبقة الاولانية، علشان الحلويات بتاع النهاردة هي عبارة عن طبقتين. الطبقة الأولى اللي احنا بنعملها دي المهلبية العادية، بس طبعا بتبقى تخينة سنة عن المهلبية العادية. يعني أنا هنا مزودة معلقة نشا عن المحتاج، علشان رتل اللبن دايما بياخد 4 معالق نشا، لكن أنا هنا مزودة معلقة علشان أنا عايزة السمك بتاعها تقيل شوية. هنا خلصت اهي تقلت، وهوريكم برضو ازاي تعرفوا ان هي استوت، وان انتي المرحلة اللي تقفلي عليها هوريكم دلوقتي. هنبدأ نغرف الكاسات معانا. هنا هغرف النص بس كده، علشان اتفقنا ان الحلوى بتاع النهاردة عبارة عن طبقتين، وان شاء الله الطبقتين مغذيين وهيعجبكم ويعجب اولادكم. ولو عندكم ضيوف هتشرفي بيها قدام ضيوفك. اهو يا جماعة بنقلب الكبشة كده او المعلقة ونشوف نعمل خط. لو ما قفلش على بعضه وفضل كده زي ما هو، يبقى كده نقفل عليها وكده يبقى اتعمل. عملت انا هنا كل الكاسات زي ما انتوا شايفين كده، وهسيبها لحد ما تبرد، وبعد كده هبدأ اعمل الطبقة التانية. انا حطيت الكاسات في التلاجة، وكده هنعمل الطبقة التانية عقبال ما تبرد شوية. عندي هنا ده عصير مانجا، عبارة عن 3 كوبايات عصير مانجا، عليهم 4 معالق نشا. وطبعا هنا مش هنحط فانيليا علشان المانجا ليها الريحة بتاعتها القوية، فمش محتاجة هنا بتاع فانيليا. وبرضو هقلبها على البارد زي ما انتوا شفتوا، وبعد كده هرفعها على النار لحد برضو ما تتقل معايا، وبعد كده تغلي علشان طبعا النشا. وبعد كده هنبدأ ان احنا نفضل نقلب فيها لحد ما تبرد شوية، عشان ما نحطهاش سخنة على الطبقة التانية. وبعد كده هنشوف المنظر الجميل للروعة. شايفين اللمعان يا جماعة؟ شايفين المنظر؟ شايفين؟ وطبعا المانجا مفيدة جدا جدا لأطفالنا، وهي فيها فيتامينات كتيرة جدا، حلوة جدا، فاستغلوها يا جماعة أسوأ الاستغلال. بعد كده انا هطفي عليها بقى بعد ما تتقل، وبعد كده هبدأ ان انا هبردها شوية، يعني افضل اقلب فيها كده لحد ما تبرد. وبعد كده هنصبها مع بعض، وعلشان نصبها وما تنزلش في الطبقة اللي هي الاولانية، هنجيب معلقة كده زي ما انتوا شايفين، هنقلبها على ظهرها، ونبدأ نصب علشان ما تنزلش في الطبقة اللي تحت، او تعمل حفرة وتتخلط مع بعض. لا، انا هنا عايزة هنا طبقة فوق وطبقة تحت. وبعد ما اخلص كل الكمية زي ما انتوا شايفين كده، هبدأ ان انا هزينها بأي حاجة عندك علشان المنظر بس. هنا بقول لكم ان هي بقت طبقة وطبقة. انا هصب كل الطبقات وارجع لكم تاني علشان ما اطولش عليكم. كده صبيت كل الطبقات اهي. وبعد كده بزينها بأي حاجة. انا كان عندي كور شوكولاتة زي ما انتوا شايفين كده، فحبيت بس اكسر اللون. طبعا انا اتفقت معاكم كذا مرة ان التزويق ده على حسب رغبتك انت وعلى ذوقك انت. شايفين المنظر والجمال والروعة؟ شايفين يا جماعة الشكل عامل ازاي؟ يفتح النفس ويخلي كل الاطفال تشجع ان هي تاكلها، وفي نفس الوقت ان هي متغذية جدا جدا. كده هنشوف القوام بعد ما جمدت وبردت خالص. اهو يا جماعة شايفين الطبقات
طبقة فانيليا وطبقة مانجو، والطعم خرافي مع بعض. وبألف هنا وشفا. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم. عايزة منكم لايك وشير واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.